العلبة الفاخرة. الكلاسيكو داخلها يشبه الهدية لشاغفين بالكرة. الضيوف كان طريقهم سالكا نحو الملعب، أما أصحاب الأرض يحفظون الطريق المتكررة بتفاصيله، ينقصهم تفصيل الانتصار لمضاعفة حجم نقاطهم، هدية لمن لم يترك مساحة فراغ حتى للأرجل. وفي الذاكرة هناك من غاب وتذكر، وهناك أيضا من غاب وتحسر. في الريال طلبهم الدائم لمن يحمل خطوطهم لا تغب أمام هجوم البارسا، التماسك يقربهم لما يريدون. سرع فينيسيوس النسق منذ البداية، عرقله من ينافسه لامين يامال، فقط سرعة الحكم إلى الفار لكي يتخذ القرار الصحيح. هذا القرار كان مفرحا لمن يتمنى الرفض ومجحفا في نظر الآخرين. نصح ألونسو المتحصرين بتجاوز الحاصل، تم التجاوز وتم هز الشباك من الفرنسي كيليان مبابي. طال الفرح كل مكون الملكي، لكن الحكم لديه قرار آخر لكي يعود إلى غرفة الفار لكي يشغل مرة ثانية ضد ريال مدريد. تم التمعن في وضعية الأيادي وما تعني السنتيمتر أو المليمتر في الكرة. درس مبابي الفوارق بينهما جيدا، كان ناجحا في الفرض وأسقط تشيزني في امتحان الصمود، وتعدى كيليان امتحان المسافات الفارقة بتفسيره لمعنى الاحتفال بالأبيض. ظهر ما يرتجي البرتقالي كجدار متماسك أمام المهاجم والمدافع مهاجم. من توهج طيلة أسبوع سابق عاد في الحاضر المضارع، وعاد فريقه إلى خط الانطلاق. برشلونة فيرمين أهدى مدربه فرحا بعيد المسافة. بعد ذلك كان التمدد ظاهرا لإغلاق المنافذ المحتملة، وتمدد مقاس القامس إلى العرقلة. وبعامل السن المتقارب تفوق دين هاوزن على كوبارسي. الريال تقدم بخطوة ب5 نقاط، وتأخر توريس في هدف التعادل. في الهامش لم يتوقف كارفاخال عن التحدث مع زميله بهدوء. عول على فيرمين لوبيز لتنفيذ العودة السريعة، لكن المنيع الآخر كانت يدا تعاقبك يا إيريك غارسيا. بعدها تمت التبرئة من تشيزني الذي أنقذ فريقه من الهدف الثالث. الكل يتساءل عن غياب لامين يامال في هذه المباراة. الكل يراه موجود، لكن دوره كان غائبا رغم المسافات التي كانت ضيقة، والآخر خنق حركاته. ما ظهر تاليا أن فينيسيوس أحس بالاختناق واقتضى باستبداله. كانت مشاعره لا تحتاج إلى الترجمة. ترجم غضبه الظاهر برسالة المغادرة، ثم أجابه ألونسو بصمت. فعاد البرازيلي إلى دكة البدلاء لكي يشاهد ملامح لاعبي برشلونة التي ترجمها فليك بحالة الصداع الرأس، والذي زاد من درجة حدته ما ضيعه كوندي. مواطنه مبابي لم يغب عنه الثناء الغامر. بعد الفرح عادت إلى الكلاسيكو صور رسخها سابقا تواجد مورينيو في حالة شابهت السيناريوهات الغير المتوقعة لأحداث متوقعة. في النهاية غطى الملوك على ما حدث باحتفال خماسي الأبعاد. إذا وصلت إلى هنا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد، وشكرا.